بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. وصفة اليوم إن شاء الله راح يكون تليتلي، راح يكون بصلصة بيضاء، يعني تليتلي أبيض كما تقدروا ديروه أحمر. اليوم إن شاء الله راح نشارك معاكم تليتلي أبيض، يجي ما شاء الله مزربع، كل كعبة وحدها. يجي ما شاء الله بنين وسهل، عملته بالدجاج يجي ما شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو تاعنا لنهار اليوم، حبيت نشكر كل من شارك وساهم في نجاح هذه القناة الرائعة، ونقول لكم شكرا جزيلا. وحبيت كذلك نشكر ونرحب بالضيوف الجدد اللي دخلوا معنا، المشتركين الجدد، نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بإذن الله تنفعوا تستنفعوا من هذه القناة البسيطة. واللي ما هوش مشترك نقولوا اشتركوا، مرحبا بك معنا، خليوا عائلتنا تكبر. ما تنساوش كذلك حبابي ديروا بارطاج وحفظ لهذا الفيديو، بارطاجوه مع حبابكم وصحابكم لكي تعم الفائدة. ويلا نروح نشوفوا طريقة التحضير وكذلك المقادير. صلوا كل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. بسم الله. في برمان نحط خليط بين الزيت والسمن، ونحط كذلك الدجاج، ونخليهم يتقلاو شويه واحد 5 دقائق. من بعد نروح نحط بصله تكون كبيره مربيه ولا مقطعه قطع صغيره، نقلي كلش مع بعضاه واحد 5 دقائق كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما تبان البصل وتقلى شويه دجاج، نروح نبدا نضيف في لي زيبيس تاعي اللي حطيت هنا: فلفل كحل، ملح، زنجبيل، تابل، راس الحانوت، وكذلك القرفة. ونضيف كذلك نص راس تاع توم يكون مرحي، وكمشة تاع حمص يكون مرنخ. نقلي كلش مع بعضاه على نار تكون هادئة، نقفل عليه ونخليه يتقلى شوية. بعد ما تقلى الدجاج والبصل وكذلك لي زيبيس معاهم مليح مليح، نروح هنايا نمرقها بالماء يكون سخون، وكذلك ضفت السنارية او الجزر ونغلق عليها. ونروح مباشرة نجيب تليتلي او تليتلي. هنا اخترت النوعية تكون هذه رقيقة، نتوما تقدروا تختاروا الخشين. كما راكم تعرفوا في التليتلي كاين الخشين والرقيق، دائما انا نفضل نطيب بالرقيق، يبان لي يجي بنين على الخشين. وانتم لكم الاختيار. هدايا ماهوش لسان طير ولا روز، راهو تليتلي، ناس الشرق راهم يعرفوه مليح. بعد ما حمصته واحد 10 دقائق، نروح نضيفه في الكسكاس ونخليه حتى يفور الفورة الأولى. هنا بعد ما فار الفورة الأولى نفرغه في قصعة ونضيف له لاصوص تاع المرقة، نسقيوه بالمرقة تاعو. احسن ان نسقيوه بالماء، راح يجي هكا بنين. نضيف له كمية ونخلطه مليح ونخليه يتشرب تليتلي لاصوص هادي وتتنفخ الكعبة. راهو ما يطولش، واحد 10 دقائق هكاك فقط. بلا ما ننسى الطرف تاع المارغرين، نضيف له طرف تاع مارغرين وندخلها في التليتلي مليح. ونرجعوا له بعد ما يتشرب لاصوص تاعو. هنا بعد ما شرب التليتلي هذاك لاصوص، نحكم نرجعه يفور المرة الثانية. شوفوا كيف ما مزربع، هذا مازلنا عادي كما كملناش التفويره والتجميره تاعو. هنا راهو فار الفوره الثانيه، نروح مباشره نجمرو، يعني تليتلي هنا نفورو 2 مرات، والمره الثالثه راح يتجمر. نحطه في برمه تكون غارقه ما تلصقش، ونضيف له لاصوص، ونضيف له هذاك لاصوص اللي طيبنا فيه الدجاج.
بعد ما صفيت المرقة ونحيت منها الدجاج والسنارية، ونغطيه ونخليه حتى التليتلي يتشرب لاصوص تاعو كامل. مرة على مرة نحركوه، ما نغفلوش عليه باه ما يلصقش من تحت، على نار دائما تكون هادئة، ما نقويوش عليه النار. وكي نشوف الكعبة تاع التليتلي طابت نطفيو عليه كما راكم تلاحظوا، تشرب لاصوص كامل. نزيد له طرف تاع مرقرين ونغلق عليه واحد دقيقتين ونشوفوه في الاخير في صحن التقديم. هنا بعد ما فاتت دقيقتين نروح نحطه في صحن التقديم. يجي ما شاء الله، شوفوا كيف ما يجي، كل كعبة راهي وحدها، ماهوش معجن وماهوش يتلاصق، يجي بنين. وتقدر اي مبتدئة اللي جامي طيباتو طيبوا بكل سهولة، تبعي فقط الخطوات راح يجي تليتلي من اروع ما يكون، اللي ما نستغناوش عليه. نطيبوه في كل الاوقات وفي جميع الفصول، وكذلك في المناسبات خاصة عاشوراء او المولد. ونزينوه كل واحد وطريقته في التزيين. هنايا ملاحظة دجاج راني نحيته بعد ما طاب وحطيته في المقلاة، دهنته بشوية مرقرين وحمرته باش يعطي اللون الجميل هذا. ومن الفوق حطيت الحمص وكذلك عظام شرشم. يجي من اروع ما يكون، يجي روعة روعة، يجي ما شاء الله. ننصحكم انكم تجربوه وقولوا لي في التعليقات كيف ما جاكم. وان شاء الله اليوم كنت خفيفة عليكم. ما قعد لي في الاخير غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن الله. السلام عليكم.